مش هتصدقني لو قلتلك ان مدفع الافطار بدأ بغلطة. القصة بدأت في مصر في القرن ال19 وتحديدا ايام حكم الخديوي اسماعيل، ودي كانت فترة مصر كانت بتحاول تبقى حديثة ومتطورة فيها. ففي يوم من الايام واحد من الجنود اللي في القلعة كان بيختبر مدفع جديد جابوه من اوروبا، بس التجربة دي حصلت قبل المغرب على طول. فمجرد المدفع ما ضرب، الناس في القاهرة سمعوا الصوت وفكروا ان ده اشارة للافطار. فبعدها الاهالي راحوا للخديوي اسماعيل يشكروه على الفكره الجميله اللي خلتهم يعرفوا ميعاد الفطار بسهوله جدا. بس المفاجاه ان الخديوي اسماعيل ما كانش فاهم اي حاجه وما عندهوش فكره عن الموضوع، لكنه لما شاف فرحه الناس وفهم الموضوع قرر يخليها عاده رسميه في رمضان. ومن هنا بدات تقاليد مدفع الافطار في مصر. لكن بعد فتره الفكره عجبت دول عربيه تانية زي سوريا ولبنان وفلسطين وحتى المغرب، وكلهم بدأوا يستخدموا المدفع كإشارة للإفطار. ومن ساعتها المدفع بقى رمز من رموز رمضان. بس يا ترى انت شايف ان المدفع لسه ليه تأثير زي زمان، ولا التكنولوجيا والأذان الإلكتروني خدوا مكانه؟ قولي رأيك في التعليقات. وحاجة أخيرة، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا اللايك والشير والسبسكرايب، وتكتبوا لنا أي أسئلة لكم في الكومنت.